السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدًا، جدًا. يالّا بقى يوم جديد وروتين جديد، وعايزة أقول لكم روتين النهارده كده كلّه حماس ونشاط وتشجيع. وبُصّوا عايزة أقول لكم اليوم اللي أنا باصحى فيه بدري، مثلًا باصحى 08:00، 09:00 كده، اللي أنا بعد ما باودّي العيال الحضانة باجي أرجع أنام ساعة كده، فباصحى تاني باحس إن اليوم كلّه بركة. باعرف أشتغل، باعرف أعمل حاجة. لكن لمّا بننام كده لحد بعد الضهر اللي هو الساعة 02:00 على ما تفوقي أصلًا من الضربة اللي أنتِ واخداها طول الليل. أنا لمّا باصحى يا بنات باحس نفسي إن أنا متكسرة حرفيًا، ما أعرفش من إيه، ما أعرفش بقى ده برد والّا ده إيه، مش عارفة. ما علينا، صحيت بدري إن شاء الله الحمد لله يعني، الحمد لله، إن شاء الله الحمد لله. صحيت بدري الحمد لله يعني، وبدأت يومي كده. وأول حاجة بدأتها الأوضة اللي إحنا كنا نايمين فيها، روّقتها كده وهي الملاية كانت نضيفة الحمد لله. الشقة دي بقى لي كتير جدًا ما جيتش هنا. أنا ما جيتش هنا غير لمّا ماما نقلت جنبي الحمد لله يعني. نقلت جنبي وكده، فبقيت آجي لمّا جيت جينا نفرش لها أنا وأختي وكده بُص، أنا وأمي وأختي ساكنين جنب بعض في المنطقة دي، تمام، فالحمد لله يعني. فلمّا ماما نقلت بقيت أنا بقى في الشقة دي عشان خاطر أبقى جنبها، عشان خاطر أبقى إيه، أروح يعني وكده، أعمل معاها مش عارفة إيه كده. فبقى لي كتير جدًا ما جيتش ولا نضّفت ولا نفّضت ولا أي حاجة، إحنا بنيجي اللي هو إيه، نبُص عليها كده ونمشي. بس هي كانت نضيفة، يعني إيه، بس كانت عايزة بقى اللي هي ترويقة كده إيه اللي هي تلميعة يعني، لإن كنا مسافرين طبعًا السعودية وكنا قافلينها. ولمّا رجعنا على الشقة التانية اللي أنا باصوّر فيها اللي أنتم بتشوفوني فيها. فما جيناش هنا خالص. فده كان أول روتين ليّا طبعًا في الشقة التانية. ففضلًا وليس أمرًا بقى قبل ما نبدأ الفيديو كده تحطّي لايك وتشتركي في القناة وتفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك منّي كل جديد. باحبكم جدًا في الله، يا أحلى وأغلى متابعين في الدنيا. عايزة بقى أقول كلمتين كده للمرحومة، يعني أنتم فاهمين أنتم بقى المرحومة. المرحومة دي كانت عشان في حد كان كتب لي تعليق كده، أنا عارفة هو مين كويس جدًا تبع المرحومة يعني. فكانت يا جماعة كانت قبل ما الحمد لله نكتشف إن هي مش سوية ومش نضيفة ومش حاجات كتيرة جدًا. فكانت فعل ماضي، هي الرسالة دي واصلة لحد معين يعني فاهمين؟ ف يعني مش عايزة أوصّل رسالة عن طريق الفيديو إن أنا ممكن أعمل حاجات كتيرة أوي، فبلاش، أنا بالذات بلاش. فالحمد لله إن هي جات على قد كده، الحمد لله إن أنا عرفت بعد ما هي ماتت أو غارت في داهية. الحمد لله ده ربنا بيحبنا إحنا عرفنا حاجات كتيرة جدًا بأدلة وحاجات كتيرة كده بعد ما هي في ال60 داهية غارت يعني. فبلاش، بلاش تاني مرّة تاني بلاش حد ييجي على سكتي أو يكتب لي أي comment يخُص البني آدمة دي. ما علينا. نبدأ نرجع للفيديو بتاعنا. أنا مش حابة أتكلم عن الموضوع ده كتير، لإني مش هاقول لكم إن أنا ندمانة إن أنا عملت خير أو جِبت حد أو لمّيت حد أو والكلام ده كلّه، لأ خالص، مش ندمانة، لإني أنا ما كنتش مستنية مقابل من أي بني آدمين. أنا كنت مستنية المقابل من رب العالمين، والحمد لله يا رب الحمد لله ربنا ساترني وربنا مخلّي لي ولادي ومش حارمني منهم. ربنا مخلّي لي ولادي ومش حارمني منهم الحمد لله يا رب، ودايمًا يا رب خلّيهم لي يا رب، وحافظ لي عليهم يا رب. وفي حضني. ما باسيبش عيّل الحمد لله. كنت ممكن أسيب عرفات ابني لأمي مثلًا إيه وأنا مسافرة السعودية وأنا هنا، لكن لأمي مسيري في يوم من الأيام ابني هيرجع لحضني تاني. ف حاجات كده كتير أوي بتعرف البني آدمين منها إن هي خسيسة وإن هي مش هتبقى على حاجة، لإن ما بقِتش على حتّة منها. ف ما تدوّرش، دي عملت حاجة بشعة وابنها معاها في قلب المكان يعني، أنتم متخيّلين؟ ما علينا، مش عايزة أتكلّم كتير لإن الكلام هيجُر كلام، فأنا مش عايزة أجيب سيرتها. هنا روّقت بقى تعالوا نرجع للفيديو بتاعنا أحسن يعني. كده روّقت الأوضة بتاعتي الحمد لله يعني. بُصّوا عايزة أقول لكم الأوضة دي لمّا بتبقى متنضّفة كده ومترتّبة أنا بابقى فرحانة جدًا. دخلت بقى على الحاجة التانية واللي أنا باحبها جدًا تبقى نضيفة في البيت برضه، الحمام. بُصّوا أنا عندي كل رُكن في البيت لازم يبقى نضيف، يعني أنا نفسيًا بابقى مرتاحة جدًا.
دي حاجة. الحاجة التانية اللهم صل على النبي، عايزاكِ بقى تصلّي على النبي في الكومنتات كده تقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ماشي. دخلت بقى أول حاجة عملتها، أمّا الحوض نضيف يا سُهى؟ لأ مش نضيف، بقى لنا كتير جدًا ما جيناش هنا، فلأ لازم الحمام كده يتدلق فيه شوية مَيّة وشوية معطر، شوية صابون، شوية أي حاجة، منظفات كده. عايزة ألِم كل الحاجات اللي على الحوض ديّة، الحاجات الفاضية أرميها، الحاجات اللي فيها شوية كده أروح حاطاها في الدولاب بتاع الحمام. أنا عاملة دولاب للحمام وده اختراع جامد جدًا على فكرة، خلاف بقى إن أنتِ لمّا يبقى عندِك كده منظفات وحاجات ورامياها شوية تحت الحوض وشوية هنا وشوية هنا، فمش بتبقى لطيفة يعني، فاهمين قصدي إيه؟ بس أنا كده غسلت بقى إيه الركن دوّة مكان الأزايز ما كانت محطوطة كده، ورُحت إيه شاطفاه بشوية مَيّة يعني في السريع كده، ماشي. دخلت بقى على أعزكم الله القعدة بتاعة الحمام، فعندي منظفات كده أنا جايباها مخصوص للقعدة بتاعة الحمام، فقُلت أدعكها كده في السريع. حُطّي لايك لو أنتِ لسه ما حطيتيش اللايك، اشتركي في القناة لو أنتِ لسه ما اشتركتيش في القناة، لو أنتِ وراكِ حاجة بقى هاتي كوباية شاي كده واتفرجي على الفيديو بتاعي، هيشجعِك كده وهيخليكِ نشيطة، وهتقومي تعملي كل اللي نفسِك فيه في قلب البيت يعني، فاهمين أنتم بقى؟ لو أنتِ وراكِ حاجة، لو أنتِ قاعدة ومكسلة وماسكة الموبايل كده، لأ اتفرجي على الفيديو بتاعي والله هيشجعِك وهتقومي تاكلي كده البيت، هتخلي البيت فُلّة شمعة منوّرة. بس ما تبخليش عليَّ باللايك لو أنا فدتِك بمعلومة صغنطوطة قد كده أو شجعتِك أو أي حاجة يعني. بس مسكت كده شغّلت في عندي في الحمام حنفية في الأرض كده، باشغّلها تمام، بافضل بقى إيه أدلق كده في المَيّة في الأرض حاجات وأدعك وأروح إيه اللهم صل على النبي، عاملة يعني شدّاها كده بالمقش. وأحسن حاجة إن أنتِ تخلّي الحمام نضيف جدًا وبعد ما ينشف يبقى حلو، إن أنتِ تفضلي تدلقي فيه مَيّة عشان خاطر ينضف، فاهمين قصدي إيه؟ بس أنا بقى باحب أوي أشغّل الحنفية دي كده، وأهي جنب القعدة أهي، مش عارفة أنتم واخدين بالكم منها والّا لأ. بس فأنا كنت دعكت البانيو بس في الحتّة دي كنت ناسياها فدعكتها كده. بس كده خلاص خلّصت. بُصّوا ده بتاع الحوض بقى، فباحب كده ألمّع الحوض بعد ما أغسله وأنشّفه باحب ألمّعه كده، فاهمين قصدي إيه؟ بس لمّعته كده تلميعة حلوة، وعايزة أقول لكم إن هو بيبقى ريحته جامدة جدًا لمّا بيتلمّع وبيبقى ريحته حلوة كده، فاهمين قصدي إيه؟ بس جِبت بقى الفرشة بتاعة الحمام بعد ما نشّفت الحمام ونشّفت كل حاجة، ورشيت كده بقى معطر، وبارُش في الحوض كده في يعني في المَصّة بتاعة الحوض كده شوية معطر صغنطوطين، وأدي الحمام أهو. حُطّي لايك لو أنتِ وصلتِ معايا لحد هنا. قفلت الحمام وقفلت الأوضة، خدوا بالكم إن جنب الحمام أوضة النوم على طول، قفلتها وقفلت الحمام تمام، وجيت بقى الطرقة اللي قدام باب الحمام دي أنا واخداها كده لبرّه، فاهمين أنتم قصدي إيه؟ يعني جايبة كده من أوضة النوم للحمام لبرّه، كنس كده عشان خاطر هاشيل الفرش دوّة وهاشيل فرش الصالة، لإن ولادي كانوا واكلين شيبسي ومبهدلين الدنيا، مخلّين الدنيا بُصّوا كده مش قادرة أقول لكم كانت عاملة إزاي، بس كنست كده كنسة حلوة. لمّيت هالِم الشباشب والجزم والحاجات دي كلّها أحطها في الجزامة، عايزة إن شاء الله بإذن الله أبقى أغسل السجاد معاكم يعني إن شاء الله بإذن الله، بس نفّضتها كده تنفيضة حلوة، هالِم بقى شنط الحضانة وألِم الحاجات دي كلّها، لإني بُصّوا الصالة عاملة إزاي، عايزة أقول لكم ده من يوم واحد والله العظيم 3 من يوم واحد جينا بيّتها في الشقة، يعني من يوم واحد كده قُلنا هنبيت في الشقة فالحمد لله. بس لميت كده الدنيا وعايزة أقول لكم بابقى مبسوطة جدًا والبيت نضيف أو ما فيهوش أي حاجة ومترتب كده، بس طبعًا اللي عندها عيال صغيرة عارفة أنا باتكلم باقول إيه يعني، بس ألِم كل الغسيل ده كل ده عايز يتغسل، لإن إحنا بنيجي نقلع مثلًا الغيار ونسيبه هنا على الكنبة، وندخل نطلّع غيار من الأوضة ونطلع كده يعني فاهمين؟ اللي هو اللي هو كل حتة في كل حاجة في ناحية يعني. بس أشيل بقى شنطة الدرس، بُصّوا أنا عندي درس وعندي حضانة وعندي خراشي، عندي حاجات كتيرة أوي باعملها. بُصّوا هي دي الست المصرية أقسم بالله، تودّي دروس وتودّي حضانات وتودّي مدارس وتودّي وتجيب وتعمل وترجع تنضّف بيتها كده يعني فاهمين أنتم قصدي؟ دي الست اللي بتحب ولادها، اللي هي عايزة تعيش وتعمّر بيتها، فاهمين؟ الأب والأم على راسي من فوق على فكرة، يعني أنا أحب أمي وأبويا جدًا وأحب أخدمهم جدًا وأحب لو بإيدي حاجة أعمل لهم اللي هم عايزينه، ف لأ بيتي ثم ولادي ثم جوزي، لازم أصون عيالي،
صون ولادي، أنا عندي رجالة، أنا عندي ولدين، فاهمين انتوا قصدي ايه؟ فالواحدة اللي بتصون